السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة الكونفاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله هنتكلم عن تفاصيل. أنا مثلا اتخرجت دلوقتي وأنا عايز أدخل المجال المصرفي، أعد نفسي إزاي؟ أنا في سنة تالتة وسنة رابعة كلية وخلاص هتخرج أهو من تجارة إنجلش، إدارة أعمال مثلا، أدمنستريتيف، أي مجال اقتصاد بتاع. فأنا عايز أعد نفسي للمجال المصرفي، يعني إيه الطريقة الصح عشان أقدر أدخل البانكينج سيكتور؟ بصفة عامة احنا هنتكلم يعني في كل الأحوال. فكره ان انا ادخل البانكينج سيكتور وانا فريش جراد، انت مش مطلوب منك حاجات كتير خالص. يعني مش شرط مطلوب منك معاك كورسات قد كده. اصل جالي اسئله كتير، انا معايا كورسات ايه عشان ادخل البانكينج سيكتور، ابقى راجل بانكر، ابقى راجل في المجال المصرفي. انا مطلوب مني ايه كفريش جراد؟ بيكون الريسبونسبيلتيز او الكواليفيكيشنز بتاعك بتبقى يعني بسيطه جدا، فيري سمبل بجد، سمبل بشكل انت مش متخيله. انت بس اللي يبقى مطلوب حتى لو دخلت على لينكد ان مثلا، في الكونديشنز او الحاجات اللي هم طالبينها، الفيتشرز اللي موجوده فيك، هتلاقي حاجات بسيطه جدا. يبقى معاك المؤهل بتاعك، مينيموم الجريد بتاعك يبقى جود، يعني فاهم، شويه كوميونيكيشن سكيلز، حاجات كلها بسيطه وتعرف تتعامل فيها بمعنى اصح. ده الكلام اللي بيتكتب مثلا على لينكد ان او على الويب سايت بتاع البنك. انما انا ايه المطلوب مني كفريش جراد؟ احنا هنتكلم ككوميونيكيشن سكيلز بمعنى اصح، دي اهم حاجه، وكنولج. طب انا بالنسبه لي ككوميونيكيشن سكيلز انا مطلوب مني ايه؟ فكره انك هتعمل ايفالويت او تقيم حد فريش جراد في كوميونيكيشن سكيلز وهو ما اشتغلش قبل كده بتبقى صعبه قوي لاي اتش ار. فبالنسبه له بتبقى البوينتس اللي هو بيحط على اساسها التقييم ده والايفالويشن ده، بيبقى على اساسها ايه؟ التعامل معاك معانا صح في الايه، في البيرسونال والتكنيكال انترفيو. كبيرسونال انت بتعمله مع اتش ار عادي، انما كتكنيكال انت بتعمله مع توب مانجر، بتعمله مع اريا مانجر كمان. فالفكره هنا انك في النقطتين دول او الامتحانين دول او التو انترفيو دول، انت بتتعامل مع ناس عايزه تشوفك بتتعامل ازاي، اللي هو بطبيعتك الاساسيه. وده السبب اتكلمنا عليه في فيديو الانترفيو اللي هو التكنيكال والايه والبيرسونال. فالفكره كلها بالنسبه لي في ايه؟ ككوميونيكيشن سكيلز وانا لسه فريش جراد، لازم يبقى عندي ثقه جامده قوي، عشان انا تقييمي الاساسي على قد ثقتي في نفسي في الانترفيو دي. فالفكره كلها ان انا واثق في نفسي وداخل انترفيو، عشان الثقه دي هي اللي بتقفل بالنسبه للاتش ار والتوب مانجر فكره الكوميونيكيشن سكيلز وايه ومهارات التواصل بصفه عامه. فانا مطلوب مني ابقى واثق من نفسي قوي قوي قوي، حتى لو ده اول انترفيو في حياتي، اول امتحان في حياتي، انت لازم تبقى واثق من نفسك، عشان انت تقييمك الاساسي مبني على النقطه دي. تمام. فكره يقول لك لا ده لسه متخرج، لا ده اول انترفيو في حياتي، ده اول، دي اول مره امتحن، اوعى تعمل كده. انت مش رايح لنهايه العالم، انت مش رايح جهنم، ده مجرد تقييم بسيط ليك، رايح تقيم نفسك ومش حرب. هي تقيم نفسك، تبقى واثق من نفسك. صدقني شويه ثقه صغيرين مع شويه نولج زي الفل، انت كده خلاص ضمنت نفسك داخل البنك. فالفكره كلها في ايه؟ في الثقه دي. اول نقطه ثقه، انا ضمنت ثقه كده، ضمنت بالنسبه لي كوميونيكيشن سكيلز بالنسبه للاتش ار واريا مانجر. تمام. يبقى اهم حاجه الثقه، ان انا ابقى واثق في نفسي، واثق في النولج اللي معايا زي الفل. كده خلصنا اول بوينت معايا اللي هي الثقه بصفه عامه، ودي كمان تمشي معاك كفريش جراد وكايه كاكسبيرينس. بس بديهي الاكسبيرينس بقى اتعود كتير، فخلاص الثقه بالنسبه له بقى امر ايه، امر بديهي وايه ومقفول. تمام. تمام. طب انا عايز اخد سيرتيفيكيشن معينه او اخد الكورس الذهبي اللي هيخلي كل البنوك تقول لي تعالى اشتغل عندي، لا اشتغل عندي. مبدئيا مفيش حاجه اسمها في البانكينج سيكتور او اي مجال في الدنيا انا هروح اخد سيرتيفيكيشن او انا هروح اخد مثلا شهاده او انا هاخد مثلا كورس معين. هتلاقي كله يعني بمعنى اصح تعالى اشتغل هنا، او الكورس ده يعني بتشوف كتير قوي في البوستات يقول لك الكورس ده انت لو خدته انت خلاص ضمنت انك تدخل كذا. مفيش الكلام ده، هي كلها قايمه على مهاراتك الشخصيه. ما ياما ناس اعرفها واخد السي ام اي والسي اف اي ومش بيعرفوا يعملوا حاجه، هم معاهم بس ماتيريال كويسه ومعاهم نولج جواها، انما هم اتعلموا ايه في شهاده مهنيه وسيرتيفيكيشن دوليه؟ ما اتعلموش حاجه. يبقى انت بالنسبه لي ايه الفرق بينك وبين الشخص العادي؟ انت فاهمني؟ ففكره الكورس الذهبي اللي هيدخلك ويوديك مفيش حاجه اسمها كده. الفكره كلها انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل ايه، بعرف اقدم ايه. تمام. فبالنسبه لي انا كفريش جراد اقدر اجهز ازاي، او اقدر ايه الكورسات المهمه بالنسبه لي، او طبعا الكلام ده من ثالثه كليه رابعه كليه. فريش جراد وفريش جراد بيقعد 3 4 سنين عادي يعني. ممكن اصلا او البنك الاهلي اصلا او اغلب البنوك اساسا بتعامل الفريش جراد ازاي؟ 5 سنين. انت ممكن من 4 ل 5 سنين انت بالنسبه لهم فريش جراد، حديث تخرج. انت فاهم قصدي؟ فبالنسبه لي دلوقتي ان انا كفريش جراد ايه المطلوب مني كسيرتيفيكيشن، ايه المطلوب مني كشهادات، ايه المطلوب مني ككورسات، اعمل ايه؟ انا حيران، انا تعبان، انا مش عارف اعمل ايه، انا مضغوط. بالراحه خالص. انت بالنسبه لك كده كده اي بنك في مصر لا يخلو من الانجليش. فبالنسبه لي بيزكس انجلش مهم جدا.
سواء بقى listening سبيكينج جرامر كل حاجه. كقواعد، قواعد ثانوي اعدادي تبقى قافلها تماما. كسبيكينج وكليسننج مفيش اكتر من الويب سايت مجانا على النت. اكد على كل ده، المهارتين دول سبيكينج وليسننج وجرامر كانت قفلت جزء الانجليش. واقرا كتير انجلش واسمع كتير انجلش، بودكاست انجلش، بودكاست كل ده هيفرق معاك قوي. تمام. كانجلش انا قلت لك البلان بتاعتك هي متلخصه في 3 حاجات: جرامر، ليسننج وسبيكينج، واسمع بودكاست. خلصت. حتى البودكاست مع الليسننج كمان. كل ده هيحسن من لغتك قوي. بصفه بقى دخلت امتحان في مثلا بنوك مصريه تقول لك لا انت امتحانك عباره عن جرامر بس انا ضام فيه، عباره عن ليسننج بس انا ضام فيه، عباره عن باسج وقراوا عليه MCQ انا ضام فيه. فدي بالنسبه لي الف ب بنوك الانجليش ده. تمام. ويوميا نعمل سيميوليتنج مع نفسك كده. اقعد بقى مثلا هات والدتك، هات والدك، هات اخوك، اقعد اتكلم معاه، قول له اعمل لنا في انترفيو. واحده تلاقي نفسك كسرت الرهبه دي خالص. يوم ما يجي انترفيو، يجي لك بيرسونال او اي انترفيو في الدنيا، انت رايح واثق من نفسك. يا عم انا عاملها 50 مره، ايه هتوتر هناك شويه، بدل التوتر هيبقى 100 هيبقى 50 هيبقى 50 هيبقى 30. فاهمني؟ واحده وهتبقى زي الفل جدا. تمام. كده بالنسبه لي خلصت جزء الانجليش زي الفل. عرفنا الانجليش هيعمل في ايه. طب كاي كيو مفيش اكتر من برضه من مصادر على النت. الاي كيو على قد ما تقدر بقى، لوجيك، اشكال وتكملها. ادخل العب في الامتحانات دي شويه. اسئله نيوميركل، اسئله شورتس، رسوم بيانيه، مسائل لفظيه. بقول لك واحد معاه فلوس باع كذا واشترى كذا وخد قسم على كذا، يتبقى معاه فلوس كام. درب نفسك على قد ما تقدر. كل ده بيفيدك. طبعا دي كلها كبيزكس وكفري سورسز ان انا اذاكر منها. تمام. طب انا بقى راجل يعني الدنيا معايا كويسه ماديا شويه، وعايز اخد مثلا حاجه كويسه، او معنى اصح عايز ابدا اخد كورس مدفوع او حاجه. ده بصراحه انا مش برشحه. كانجلش مفيش اكتر من مصدر المجانيه، فمش هفيدك في دي بصراحه. او انا مش برشح ان انا لما الاقي حاجه قدام مجانيه وحاجه ب 1000 جنيه دي اروح للمجانيه، ونفس الاستفاده نفس البنفيت بتاعي. يعني هنيجي نقارن كوست بنفيت هنلاقي ايه بنفيت اكبر، فخلاص اروح اكلف نفسي ليه وانا هاخد نفس الحاجه. فاهمني؟ بس زي الفل. طب عندي ايه كمان مهم؟ بس فعلا بقى المايكروسوفت ده كده انت لو شغال في مصنع طوب هيقول لك بتعرف تستخدم مايكروسوفت ولا لا. فبدي بقى الف ب اكسل وورد باوربوينت، كل ده برده مال الايه؟ مال اليوتيوب ومصادر مجانيه قد كده. مش محتاجه يعني انت هتسمع وتدرب نفسك، تسمع وتطبق برضه بتقفل ايه جزء كبير عليك. عشان دلوقتي المعهد المصرفي 12 بنك بيمتحن فيه، في امتحان كامل عن المايكروسوفت اوفيس والبيزكس بتاعها، اللي هو عباره عن الايه؟ عن المين فيتشرز اللي فيه اساسا. كل تبويبه رئيسيه عباره عن ايه؟ انزيرت مثلا، هوم، بيسالك فيها. فانت بديهي جدا تبقى عارف النقطه دي وقافلها خالص، اللي هو بالنسبه لي انا ضامن. تمام. كده احنا قفلنا انجلش، قفلنا اي كيو، قفلنا مايكروسوفت. تمام. غير كده، غير برضو ايه مثلا موقع زي كورسيرا، مواقع كتير على النت بقى فيها ايه. ادخل انت بقى ايه براحتك، اتعامل كده. هتلاقي مثلا ايه كورس خاص بالاكسل، ادخل 15 ساعه معتمد، ادخل اي حاجه فري ما تسيبهاش. اي حاجه خاصه بالكاستمر سيرفيس الكوميونيكيشن سكيلز ما تسيبهاش. كل الكورسات دي موجوده على النت ومجانيه. صدقني مجرد قراءتك ليها هتفيدك جدا. تمام زي الفل. برضو ممكن نقرا عن كمان، ممكن نقرا عن الفاندمنتال اوف بانكينج، او بمعنى اصح المين ريسورسز او المين سورسز في البانكينج، او كل حاجه خاصه بالايه بالمجال المصرفي. حتى نفسها البروسيس جوه البنك، البروسيس اللي ماشيه جوه البنك، او مثلا نقول الديبارتمنتس جوه البنك. كل ده بيفرق معاك انك تبقى فاهم البنك عباره عن ايه. ده تيلر، ده كاستمر سيرفيس، ده في بقى حاجه اسمها باك اوفيس، لا ده في حاجه اسمها هيد اوفيس. الهيد اوفيس بتتكون من اداره كذا، في ريسك مانجمنت. كل ده قراءتك عليه صدقني هتفرق معاك بشكل غريب. غير لما تدخل انترفيو زي ما كنت اتكلمت في الفيديو بتاع البيرسونال والتكنيكال. انت اصلا لما بتكتب اسم الديبارتمنت اللي انت عايز تدخله كده انت الاتش ار بيقول لك اتعرف ايه عنه. يلا انا خدت اوبريشنز، خلاص احكي لي الاوبريشنز عباره عن ايه. فانت قراءتك ليه عن الفاندمنتال اوف بانكينج تفرق معاك جدا. ممكن برضه كنت واخد كورس اونلاين كده عنه، كان مجاني وحلو جدا وفادني. يعني انا حتى لو انا اكسبيرينس هو فادني، انا فريش فادني. صدقني كل حاجه بتعملها لو فيها معلومه زياده ليك انت مش بتخسر حاجه. انت يعني بتعلم نفسك مجانا وبتستثمر في نفسك. واحلى استثمار في الدنيا هو استثمارك في نفسك. زي مثلا احلى تجاره في الدنيا التجاره مع ربنا. الاثنين هتجنوا ثمارهم. التجاره مع ربنا هتجني ثمارها في اخرتك، والاستثمار في نفسك هتيجي ثمارها في الدنيا بانك تدخل مكان محترم وبنك محترم او شركه كبيره. تمام. فكل معلومه بتفرق معايا. تمام. طب بالنسبه لي مثلا برضو المعهد المصرفي كان فيه جزء خاص بالاكاونتنج والايكونومكس.
نفس الفكره، هتلاقي نفسك على اكتب فري كورسز، واكتب اسم الفري كورس ابوت كذا، اكتب بقى اي حاجه انت عايزها. ممكن نتكلم مثلا على الفاينانشال اكاونتنج، بيزكس اوف فاينانشال اكاونتنج، اهم حاجه دي اساس اساسيات المحاسبه الماليه، كده كده تستخدمها في بنك، لو اشتغلت باك اوفيس مثلا او اشتغلت اوبريشن هتستخدمها، او اشتغلت اكاونتنج جوه بنك هتستخدمها برضه. في امتحان المحل المصرفي في جزء اكاونتنج، مبني كله على السايكل اوف اكاونتنج، ومبني كله على الناتشرال اوف اكاونتنج اكاونتس يا ربي، ومبني على الفاينانشال ستيتمنت، وكل ده هتلاقيه موجود في الكورسات دي اللي هي اصلا عباره عن سنه اولى كليه. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا على الانجليش، اتكلمنا على الاي كيو، اتكلمنا على مايكروسوفت، اتكلمنا على الفاينانشال اكاونتنج. كل ده بنتكلم على ايه؟ على فري سورسز بالنسبه لي ان انا اقدر اذاكر منها. تمام؟ طب انا عايز اخد سيرتيفيكيشن، وعايز ابدا في سيرتيفيكيشن وانا راجل مجتهد وناوي على سيرتيفيكيشن خاصه بالمجال المصرفي. وقتها انا هنصحك ببلان معينه، والبلان دي هي بلان مش رخيصه خالص. تمام؟ بس الثمار بتاعها او الفايده بتاعها او البنفيتس بتاعها مش عايز اقول لك مرعبه. البلان بتاعي بتتكون من ان انا هاخد اول حاجه اف ام في اي، دي شهاده دوليه خاصه بالتحليل المالي. تمام؟ بسيطه جدا، الامتحان بتاعها اصلا السيرتيفيكيشن بتاعها مش غالي، معلم الارقام مش هقول ارقام عشان تفاوت العمله حاليا يعني مخلي مفيش ارقام ثابته او ريت معين اقدر اتكلم عليه. بس اف ام في اي شهاده محترمه جدا، بنعتبرها فيرست ستيب لايه؟ لحاجه اسمها سي اف اي، دي شهاده دوليه خاصه بالتحليل المالي، واحده من اكبر الشهادات في العالم. طبعا احنا الكلام ده كله مش على حد في يعني بالنسبه لي فريش جراد، بس انت مش هتروح تاخد سي اف اي على طول. انت بمعنى اصح ايه؟ انا خلاص ظبطت الجزء الاولاني اللي انا اتكلمت عليه كانجلش كاي كيو كنيوميريكال اللي هو بتاع الاي كيو بورد وكمايكروسوفت، كبيزكس اكاونتنج وايكونومكس. انا ظبطت الجزء ده خلاص وربنا كرمني دخلت اي امتحان هعرف اتعامل فيه وهنجح. تمام؟ بالاضافه للجزء الثقه اللي انا اتكلمت عليه اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، قفلنا الجزء ده خالص. اتكلم بعدها بقى انا راجل خلاص اشتغلت مثلا في البنك العربي الافريقي، حلو. طب انا مثلا عايز اخد سيرتيفيكيشن وانا لسه في اول حياتي، بقول لك اهو بقى ذاكر اف ام في اي، دي شهاده محترمه جدا جدا جدا، وزي ما اتفقنا هي فيرست ستيب، خطوه مبدئيه انيشال ستيب كمان، اللي انا اخد سي اف اي. شهاده مش رخيصه، تتكون من 3 بارتس، 3 اجزاء. الصعوبه يعني 3 بارت اولاني لذيذ ممكن هتنجح فيه ان شاء الله. تاني رخم جدا. التالت ارخى يعني اصعب من الاول بس اسهل من التاني. ارخم جزء كان التاني، بارت 2 ده رخم جدا. تمام؟ فالفكره كلها انها شهاده مش قليله خالص، قايمه على استخدام الادوات الماليه والتحليل المالي بشكل تفصيلي. انت ممكن يعني في ناس اعرفهم قعدوا في الشهاده دي ما يقرب من 3-4 سنين. يعني الشهاده اصلا الاكسبكتد بيريود عشان تاخد السيرتيفيكيشن فيها ممكن توصل ل5 سنين كمان. فانا بقول لك طريق طويل بس بقى ايه، جاني ثماره حلو جدا. عايز اقول لك ان السيرتيفيكيشن اللي واخدها هنا في مصر عددهم وصل ل 10000 بس. تخيل الرقم ده رقم قليل جدا مقارنه بالسي بي اي والسي ام اي، سي ام اي يا ربي. هتيجي تقارن مش هتلاقي في مقارنه طبعا، بعيد عن ايفرز مالهاش علاقه خالص، شهاده تعبانه جدا. هتيجي تقارن مش هتلاقي في مقارنه اساسا، انت فاهمني؟ يعني هي مجال لوحدها ودماغ لوحدها، بس تعمق في البنوك والمجال المصرفي بشكل انت مش متخيله خالص. بمعنى ايه؟ انا خلاص خدت اف ام في اي وخدت سيرتيفيكيشن فيها وتمام، مش ممكن كمان تاخد سيرتيفيكيشن في الاف ام في اي، ممكن توفر فلوسها للسي اف اي. انا بقول لك خد اف ام في اي عشان هي فيها بعض الكسور من السي اف اي. انا بكلمك من حاجه انت بتروح تمتحنها. تخيل كده معايا حاجه اف ام في اي بروح امتحانها عباره عن 70 ام سي كيو اختيارات، سي اف اي عباره عن 3 بارت وعباره عن عملي ونظري واساي ومسائل، انت فاهم؟ فهي عباره عن يعني مبادئ صغيره كده منها بتاهلني ان انا اكون خلاص كواليفايد ان انا ادخل السي اف اي. فانا خلاص خلصت اف ام في اي كمذاكره، فكك من السيرتيفيكيشن، وفر فلوسها للسي اف اي، تبدا مذاكره السي اف اي. طريق طويل عارف، بس صدقني انت هتخلص من هنا هتلاقي بنوك عالميه وشركات بتكلمك تقول لك الو ازيك يا محمد عامل ايه؟ احنا عايزينك معانا. انت فاهمني؟ فده هيكون يعني من افضل البلانز الموجوده في يعني افضل البلانز اللي ممكن تشوفها يعني بصراحه، وده رايي الشخصي جدا. واعرف ناس كتير عملوهم بسم الله ما شاء الله دلوقتي حاليا غير مقيمين في مصر اساسا، شغالين في بنوك دوليه. انت فاهمني؟
فالفكره كلها ان دي البلان اللي انا اقدر اقول لك عليها انك تدخل مجال مصرفي وازاي تكبر في المجال المصرفي. الفكره كلها ان في كتير بيدخلوا مجال مصرفي بس خلاص بقى انا دخلت بقيت موظف كاستمر خدمه عملاء كاستمر سيرفيس في بنك كذا، خلاص بقى انا اكمل حياتي في البنك ده خلاص كموظف. اكبر غلط. هي هتاخد 20000 جنيه هتكمل عمرك كده؟ اكيد لا. افضل بلان تستثمر فيها في نفسك اللي انا قلت عليها دي، تمام. بالاضافه كمان ان مثلا المعهد المصرفي طبعا يعني دي كورسات اقل شويه بس برضه كويسه وبتفرق معاك. بيوفر كورس اسمه الكريدت كورس في الاي بي اي، ده بيساعدك برضه انك تترقى في شغلك وتاخد بروموشن كويسه. بيخليك تدخل قسم الكريدت، قسم الائتمان. في كورسات كتير بيوفرها المعهد المصرفي، بس انا ارشحها امتى؟ بلاش ناخد كورسات الخاصه بالمعهد المصرفي وانا فريش جراد وانا ما اشتغلتش في بنك. انا اشتغلت في بنك، اول ما اشتغل حطيت رجلي خلاص الدنيا تمام ابدا افكر في الكورسات دي. بلاش اخد كورس. في كان كورس عامله اسمه كيفيه اعدادك للعمل بالبنوك، ده كان مصلحه بصراحه فكك منه خالص. اي كورس اخده في الاي بي اي اخده وانا اشتغلت في بنك. انا خلاص ضمنت ان في المجال نفسه اخد بقى حاجات تعلمني، عشان كتير قوي ناس بياخدوه قبلها بس يعتبر مش بيعترف بيه، فاهمني؟ بتعامل اكنك فريش جراد عادي خالص وبعدين بقى نبقى نبص في امرك ده. فالفكره بالنسبه لي كلها ان انا اشتغل في البنك واقعد جوه البنك والدنيا تبقى تمام جوه، خلاص ابدا افكر في الايه؟ في الكورسز دي. تمام زي الفل كده انا تمام بالنسبه لي. دن طبعا في شهاده منتشره بقى اسمها بي اف اي. بي اف اي دي شهاده تحت بير سلم، طبعا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، ده مصطلح اخترعه المصريين. بروفيشنال فاينانشال اكاونتنج ما تفهمش ايه الشهاده دي يعني. يعني فاهمه مش عارف مين اللي قالها بصراحه او مين اللي بدحها يعني، فاهم؟ هو كان نفسه باين يعملها زي السي ام اي كده، فقال بي اف اي، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها كده، فاهم؟ غير طبعا الكورسات بقى اللي هتلاقيها على النت مليانه، بقول لك المحاسب المجنح والمحاسب التنين وكيفيه اعداد القوائم الماليه في 3 ثواني. فكك بقى من الهري ده كله عشان الكلام ده ايه؟ فلوس على الارض ومش هيفيدك في اي حاجه خالص ولا في منه اي استفاده. انا قلت لك مصادر كلها مجانيه يا باشا. الاكس المالي اليوتيوب بدون ذكر اسماء ناس، ده هتلاقي كتير قوي. شوف اللي ترتاح له كده وقلبك يجيبه كمل معاه. بالنسبه للبي اف اي اكتب اساسيات المحاسبه الماليه على جوجل، اكتب لشات جي بي تي هيجيب لك كل ده مقدور عليه. فما رشحش حد طبعا ياخد حاجه اسمها بي اف اي عشان دي مصلحه كبيره جدا عملها مش عارف مين بصراحه منه لله يعني، وملهاش علاقه اصلا بالايه. هي بتديك منهج زنقوله بس بشكل مرتب شويه واداها اسم شهاده مهنيه. لا انت بتهزر، مفيش حاجه اسمها كده، تمام. بلاش ندفع فلوس خالص في اي كورسات محاسبه، بلاش اي حاجه من دي خالص، تمام. نخلينا زي ما احنا في المصادر المجانيه بتاعتنا ونقدم في البنوك على قد ما نقدر. ممكن برضه اذكر حاجه اخيره. فكره مثلا العمل في مكاتب المحاسبه كفريش جراد. برضه في ناس كتير بشوفهم بتنزل مكاتب محاسبه، انا ما برشحش الموضوع ده خالص، خصوصا لو انت من الاقاليم. تلاقي مكاتب محاسبه كده عندك غريبه قوي، ما تعرفش المكاتب دي بتعمل ايه اصلا، تحسها من الدارك ويب اساسا. وتلاقي في بقى بنات بتروح تشتغل هناك واولاد وبيدوهم راتب مرعب قوي، بيبقى 1100 جنيه وجبه، بتبقى حاجات غريبه قوي كده. فبصراحه انا ما رشحش ولا بنات ولا صبيان. انت مش هتتعلم غير ضرايب، والضرايب دي مش هتفيدك في اي حاجه. انا بشوف كتير قوي ناس اعرفها والله بتعمل كده، وده حرام يا جدعان والله، مش هتستفادوا حاجه. او الراجل صاحب المكتب بياخدكم يمتصكم، يلا انزل روح الضرايب، يلا تعالوا الضرايب، وانت مش هتتعلم حاجه. انا بتكلم على المكاتب اللي في الاقاليم، المكاتب دي مكاتب كحيانه جدا، مفيش اي منها استفاده. طبعا المكاتب الكبيره بقى زي البيج فور والبيج 10، حسن اي مكتب من ده طبعا اكيد مش هقول لك حاجه عليه، مجال تاني خالص ملوش علاقه بالمجال المصرفي، ادخل فيه وربنا يكرمك. او اي مكتب بعيدا عن برضه البيج فور والبيج 10، انت ممكن في مكاتب كتير برضه زي تي اتش، المكتب ده كبير قوي. في مكاتب كتير في القاهره تقال يعني، انا برشحها جدا طبعا ما دام بتتعلم حاجه لها خاصه بالاوديتنج. انا اقول لك توكل على الله، ده مجال محترم جدا، مجال المراجعه. ولو ربنا كرمك وعرفت تدخل اي مكتب من دول جو اون، مجال محترم. يعتبر اقوى كمان من المجال المصرفي بكتير. دخلت فيه وربنا كرمك انت كده في حته تانية اساسا، انت فاهم، بس هو بيحتاج صبر شويه. دخلته مثلا وبقى فكرت اخد سي اي اي خاصه بالرقابه الداخليه، الانترنال اديتنج او الانترنال اديتنج كانت برضو. بس الفكره برضو ان فيها بتبقى عايز نفس طويل قوي، ممكن تشتغل سنتين في مكتب من دول، مع انك كمان اللهم صل على النبي تبدا تاخد ايفورز، عشان انت اصلا المبادئ اللي بتأودت عليها هي المبادئ الدوليه للمحاسبه. طب خلاص هأودت عليها، طب انا هحتاج اوديت في مكان كويس او شركه كويسه، هحتاج اخد سي اي اي انترنال اوديتنج. طب فاهم قصدي؟ فهو طريق طويل وكل حد بيسلك منه طريقين يعني، لا ده من افضل الطرق اللي انا ارشحها لك
كفريش جراد بمعنى اصح، انك ربنا يكرمك في معهد مصري في مجال مصرفي بنك سيكتور، او تدخل مجال الاوديتنج. دول اللي بشوفهم انجح طريقين لخريج تجاره بمعنى اصح، وتجاره انجلش خصوصا. الفكره كلها في ايه؟ الشركات يعني مجالها حاليا بقت رواتبها تعبانه شويه، والدنيا مش افضل حاجه. فانا بقول لك اللي يوفر لك، ممكن يوفر لك دلوقتي سالري شبه محترم، بس على اللونج تيرم او المدى الطويل انت تمسك رقم محترم جدا، سواء كملت في اوديتنج وسافرت بره وخدت سيرتيفيكيشن، او سواء دخلت مجال مصرفي وخدت سي اف اي، وقلنا الانيشال ستيب بتاعها هتبقى اف ام في اي. الفكرتين دول او السلكين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول من انجح الطرق اللي انا شفت فيها ناس ناجحه فعلا ومن واقع بجد. فده اللي اقدر اقوله. وطبعا غير يعني مثلا لو ما فيش قدامك متاح حاجه، يعني مثلا شغل في شركه اول ما اتخرجت، لا جرب طالما بتجيب مصاريف، جرب لحد ما ربنا يكرمك بحاجه ثانيه، انت فاهمني. بس ده اللي اتكلمت عليه بصفه عامه، اللي هو انا اعمل ايه بعد التخرج، من اول ما اتخرجت او من اول سنه ثالثه الرابعه كمان لحد بقيت فريش جراد، لحد ما اوصل لمكانه محترمه في مجالي كخريج مثلا انجلش، او خريج عربي، او خريج ادمنستريتيف، او خريج اي مجال من دول، او ايكونوميك كمان. والكلام ده برده ممكن يمشي مع مش من سياسه واقتصاد، لا ملوش علاقه بقى خالص. بس سياسه واقتصاد ممكن يمشي معاها المجال المصرفي شويه، يعني ممكن ده البنوك اصلا بتفضل خريج سياسه واقتصاد جامد، فممكن يمشي معاها شويه. تمام كده انا اتكلمت عن كل التفاصيل اللي اقدر اساعدك بيها، والمصادر المجانيه اللي اقدر اوفرها لك. تمام وبس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله في فيديوهات جايه تانية احلى من ده بكتير كمان، وهنتكلم على مواضيع كتير برضو عشان نبقى بنغطي كل حاجه سوا. وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لنا لايك. كان معكم محمد رضا من قناه كونفوي.